السلام عليكم. انا بطبيعتي اربي بزازين وهاي الحيوانات الاليفه يعني اللي تتربى بالبيت، بزازين وجماعتها. بس اليوم وانا قاعد هاي القعده بالبستان انقهرت على الطيور، لانه اشوف اني نزلا ماكو اكل ياكلن، يعني نزلا بالقع اكو ماي هسه بالمزاقي، يعني نزلا على مود الماي بس ماكو اكل ياكلن. فسويت اني رحت جبت كيلو حنطه، نوعت كيلو شعير، كيلو اذره، هذا اعتقد اسمه عصفر او هيك شيء، كيلو خبط، نوعت وجبتهن. فراح ابدي انطيهن. اولا هن اكو اكثر من سبب من الاسباب مثل الزكاة، وهو هذا المال انت لازم تزكي من عنده، والزكاة مو بس للبشر، الزكاة حتى للحيوان. هذا السبب الثاني نوع من الانسة او نوع من يعني حياة للبستان نضيف، هذا مكان القعدة مالتنا فلازم نضيف هيك نوع. السبب الثالث اللي هو مو سبب رئيسي، هو سبب ممكن يسوي نتيجة، لما تزيد اعداد هاي الطيور راح تصير اكو سلسلة بيولوجية. فهسه انا شو راح اسوي؟ راح اعطيهن من هاي الاعلاف. هسه هاي شوفوا راح ابدي انطيهن. شوفوا الماي راح انطي بهذا المكان. واذا عجبتكم الفكره من الفيديو حطوا لايك وعلقوا وسووا مشاركه وتابعونا على مود الفكره والفيديو والحساب يصعدا وتعم الفائده على الجميع. ولا تنسون ترى الرحمه والانسانيه والزكاه هذان ايضا عبادات مثل الصلاه، من نسويهن تزداد الرحمه الالهيه، ابسط شيء الامطار تزداد سنه